تطبيق رهيب جدا تقدر من خلاله انك تقفل اي تطبيق موجود في جهازك برقم سري او بصمة وجه، وما يقدر اي احد انه يفتح التطبيق اللي انت قفلته. ايضا تقدر تخفي اي تطبيق موجود في جهازك عن اي متطفل ممكن تعطيه الجهاز وما تبغاه يشوف مثلا اي تطبيق انت محمله. وايضا الميزة الاخيرة في التطبيق انك تقدر تمنع اي احد انه يحذف اي تطبيق موجود في جهازك، فهذه الميزة بتفيد الاباء والامهات. طبعا اول ما تحمل التطبيق راح تسمح او تعطيه السماح بالوصول لكل الاشياء اللي يطلبها منك. بعدها الحين طريقة اخفاء اي تطبيق او تكفيله برقم سري، تضغط على الخيار هذا، بعدين تحط اي اسم، مثلا بكتب تجربة. بعدها زي ما انتم شايفين تقدر تحدد التاريخ من 22 الى مثلا 23 الى اسبوع كامل قدام، تقدر تحدد التوقيت اللي انت تبغاه. الحين من هنا زي ما انتم شايفين من الساعة كم، بخليها من الساعة 8 الى الساعة مثلا 10 المساء. الآن تقدر تحدد انك تخفي التطبيقات، فتقدر تخفي مثلا سناب شات، خلونا نجرب على سناب شات، او مثلا انستغرام. لو تشوفون تم الآن، خلاص الآن نضغط دن من فوق. الآن تطبيق انستغرام، الآن لو رحنا نشوف انستغرام مو موجود هنا، برضو لو بحثنا حتى ما راح نلاقيه موجود في البحث. فزي ما انتم شايفين الآن أخفيت أي تطبيق. طيب كيف تقفل أي تطبيق؟ تروح نفس التطبيق اللي قبل شوي زي ما انتم شايفين، وتقدر تقفل أي تطبيق تبغاه. فمثلا أبى أقفل سناب شات، الآن تم، نختار أبديت من فوق، خلاص الآن سناب شات ما راح أقدر. وطبعا هذا الخيار الثاني، تقدر تقفل نفس التطبيق فما حد يقدر يلعب في إعداداته ولا يسوي أي شيء، سواء بالفيس آي دي أو الباسورد. الخيار الثالث الأخير، وهذا برضو مهم جدا زي ما قلت للآباء والأمهات، تقدر تفعل الخيار وما حد راح يقدر يحذف أي تطبيق موجود أو محمله في جهازك. طبعا تقدر تحذف أي شغلة أنت سويتها من هذا الخيار، تحذفه بخلاص الآن التطبيق راح يرجع، سواء اللي قفلته أو حتى المخفي. لو تشوفون سناب شات الآن أقدر أفتحه.